احنا وقتنا معانا يعني. لكن اللقطه دي تحديدا يعني يمكن لقطه غريبه. لقطه غريبه. بتعترضوا على ايه يعني بصراحه؟ يعني لمسه يد، لمسه يد، انذار لشريف حازم، انذار لشريف حازم، مفيش حاجه. يعني ايه اعتراض لعيبه النادي الاهلي؟ هل علشان الهدف في الدقيقه 92 وفاضل دقيقه؟ هي الكوره كده فيها يعني الاعتراض، انا عايز اعرف الاعتراض على ايه؟ هو نقطة كلامك يا وليد. اتفضل. يمكن هنا اعتراض لما بيعترض حسام غالي في الاول. المفروض حسام غالي ده كابتن التيم، كابتن التيم ده بيبقى قدوه للناس كلها، لان لو حسام بان عليه العصبيه والنرفزه فبالتالي دي بتاثر على باقي الفرقه. فاول وهاند بول زي ما وخلاص وجيب لنا الهدف. ايه بتعترض على ايه؟ كان قدامك فتره طويله جدا طول المباراه انك تجيب جول او انت اللي تكسب وهم اللي يتعادلوا. انما انا شايف المنظر ده مش ده منظر النادي الاهلي. اتفضل يا كابتن وليد. هي طبعا بتبقى ناحيه اداريه شويه. اتمنى طبعا كابتن علاء عبد الصادق يعني المشرف على الكوره، طبعا لعيب كبير وكابتن كبير واداري محنك، لكن هي دي انا بعتبرها من الحاجات الاداريه. لازم يبقى في وقفه، لان النادي الاهلي فرقه كبيره، وبنشوف دايما على طول في الدوري الاسباني والالماني والايطالي وانس ان الحكم صفر الموضوع انتهى. يعني الحكم صفر الموضوع انتهى، خصوصا بقى كمان لما تكون حاجه حقيقيه. انا بس مش دفاعا على الفرقه، لكن ممكن يكونوا ايه، في كره هدف، في تسلل هنجيبه دلوقتي على بيتر كان ممكن يبقى انفراد، في هدف ملغي في الشوط الاول برضه هنتكلم فيه تحكيميا. ممكن يبقى الحاجات دي ده مش حجه لان هم المنظر اللي جه في الاخر، لان كان في كويس. انا شايف ان الحكم كويس. مقبول جدا. لا ما فيش اي قرارات على مؤثره. فكره مصنف، ده حكم كاس عالم يعني بكاري يعني، وحكم للاهلي السوبر افريقيا كتير يعني، لكن مقبول جدا. وما فيش حاجه يا كابتن سيد. انت عارف ان اللي بيحسم الموضوع ده، هل انت حسبت حاجه مؤثره في نتيجه اللقاء ولا لا؟